عايز أبدأ أربي عصافير، لكن مش عارف أبدأ إزاي وأشتريهم إزاي ومنين. ما أنا معرفش لسه عنهم أي حاجة. في الفيديو ده هعرفك كل حاجة عن العصافير وأنهي عصفور تشتريه وبجد تربيه عندك في البيت ولو جوز واحد بس، وتربح منه وتبدأ مشروع ممتاز جدا. قبل ما أبدأ الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني إن شاء الله كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي الناس بتربي العصافير دي ازاي؟ وهل هي بجد بتكسب؟ ايوه بتكسب، وبتكسب ربح كويس جدا جدا لو انت بدأت صح ومع العصفور المناسب. زي ما حضراتكم شايفين كده، العصفور اللي قدامنا ده عصفور الكوكتيل، من افضل انواع العصافير ويعتبر هو الملك في السوق. ملك العصافير في السوق وهو الكوكتيل اللاتيني اللي حضراتكم شايفينه دوت. الكوكتيل منه طفرات كتير، يعني الوان كتير، وكل لون فيهم بسعر. اللون دوت اللي هو اسمه اللاتيني دلوقتي سعره وصل في السوق 750 و 800 جنيه. كان سعره 300 جنيه، لكن لما الاكل غلي وعلي بدأ ان هو كمان سعره يعلى. التجار بيحتاجوه كتير جدا في السوق علشان خاطر بيصدروه للدول العربية. فاحنا هنا معظمنا اللي بيربوا العصافير بيربوا الطيور الكوكتيل وكمان الروز اللي حضراتكم شايفينه دوت. الروز دوت بيوصل سعره ل 1500 جنيه للجوز. طيب انا اشتري العصافير دي منين؟ دلوقتي في عصافير عندك في المحلات وفي عصافير موجودة في السوق. إيه اللي افضل، انزل محل عندي في المنطقة واشتري عصافير ولا انزل السوق؟ ايهما افضل؟ طبعا الافضل انك تنزل السوق، لان بيكون العرض والطلب بيكون كتير جدا. هتيجي تشتري حاجة هتبص تلاقي الناس حواليك هيفيدوك، وهتسأل واحد واتنين وتلاتة. تسأل عن ايه؟ يعني هتقول ده ذكر وانتهى ولا لأ، ده كبير ولا صغير، ده شغال ولا مش شغال. هتلاقي الناس كلها اللي حواليك هترد عليك وهتفيدك، لان السوق معظمه كله هناك هواه يعني زيك كده بيربوا علشان خاطر يسترزقوا منه. طيب ليه ما اشتريش من المحل؟ لان معظم المحلات بتكون العصافير اللي عندها تعبانة، عيانة، مريضة، فيها عيب. لازم يكون العصفور اللي هيبيعهولك فيه عيب، ولو ما فيهوش عيب هيديك دكارين او هيديك نتايتين، هيبقوا زي بيت الوقفة عندك في البيت. هيقعدوا عندك بالسنة والسنتين والتلاتة ولو 10 حتى مش هيشتغلوا. ليه؟ لأنهم نتايتين أو دكرين، أو ممكن يكون دكر وانتايه وفيهم عيوب، لأن هو أصلا شاريهم من حد، تمام، والحد ده بايعهم وراميهم كده ليه؟ عشان خاطر فيه ليهم إيه؟ عندهم عيوب. طب هل المحلات كلها كده؟ لا، مش كل المحلات. في محلات كويسة موثوق فيها، ولكن معظم المحلات للأسف بتبيع العصافير ديت بيكون فيها عيوب. غير كده كمان هو بيقفل المحل بالليل وبيروح البيت، والعصافير دي بتكون نفسها مع بعض كتير في المحل. العصفور العيان بيعي العصفور السليم، بقى معظم العصافير عيانة. طب انا عايز انزل اشتري عصفور سليم، بتعمل ايه؟ زي ما قلت لك، بتنزل السوق بتشتري الحاجة اللي انت عايزها، بتسأل اللي حواليك بيقولوا لك اذا كانت ديت كويسة ولا لا، سعرها كويس ولا لا، مناسب ولا لا، صحتها كويسة ولا لا. وزي ما حضرتك شايف العصفور بيكون واقف نشيط زي ما هو حضرتك شايف كده قدامك، ما بيكونش واقف كاشش. بتبص على رجليه تكون في صباع ناقص او ضفر ناقص. بتبص كويس على فتحة المخرج بتاعته من تحت، بنشوف فيها براز ولا لأ، يعني في عندهم إسهال باين. لو لقيت في لون أخضر كده تعرف إن ده عنده إسهال أخضر، فما تشتريش العصفور ده. لكن لو لقيته نضيف خالص تعرف إن هو عصفور جيد وبصحة جيدة. طيب بشتري العصفور بيكون سنه قد إيه؟ أشتريه زغاليل ولا أشتريه شبابات ولا كبير شغال اخده على طول يشتغل عندي بعد اسبوع او اسبوعين؟ لا، محدش هيبيع لك عصفور شغال ابدا. ليه هيبيعه شغال؟ ما هو شغال عنده وبيجيب عصافير، بيبيض وبيطلع زغاليل، ايه اللي هيخليه يبيعه؟ فانت احسن حاجة واسلم حاجة انك تشتري عصفور يكون شبابات لسه ما اشتغلتش اول شغل ليها، يعني يكون لسه عنده 4 5 شهور.
بتعرف ازاي؟ برضه بقول لك من الهواة اللي حواليك، هم اللي هيقولوا لك اذا كان ده شاب ولا كبير. خلاص اشتريت الجوز واتاكدت ان هم ذكر وانتايه، واتاكدت منين؟ برضه من اللي حواليك، هيقولوا لك ايوه دول ذكر وانتايه. هتلاقي 100 واحد هيقول لك ايوه العصافير ديت كويسه، صحتها كويسه ودول ذكر وانتايه. تمام. طيب خدتهم بقى خلاص، تبدأ تجيب لهم قفص مناسب ليهم. قفص الكوكتيل معروف في السوق بيكون كبير، هو لا هو كبير قوي يعني ولا صغير قوي، يعني هو بيكون زي ما حضراتكم شايفين كده، هو يعتبر اكبر قفص في السوق. هو قفص الكوكتيل. اللي اقل منه قفص الروز، اللي اقل منه خالص الصغير اللي هو قفص البادجي. كذلك برضو لو اشتريت روز نفس الكلام، بس الروز قبل ما تشتريه لازم تتأكد ان هم ذكر وانتايه. طب جبتهم خلاص، اعمل ايه بقى؟ هتاخدهم البيت عندك، تحطهم في القفص، وتحط لهم الطواجن زي ما حضرتك شايف كده، الاكل والميه. الاكل بتاعهم حاجه اسمها بيليكم، وحبايه تانية اسمها فلارس، والدنيبه. انا ما بجيبش دنيبه، هو بيليكم وفلارس بس. باكلهم ايه بجانب بقى الحاجات ديت؟ بيض مسلوق، بيضايه مسلوقه كده وتهرسها كويس قوي قوي تقدمها لهم. قمح منقوع، تنقع القمح من بالليل وتحطه لهم من غير الميه. ورقتين جرجير، حته كوسه، حته بطاطا. تمام. هتبص تلاقي العصفور هيكبر معاك ويبقى زي الفل، صحته حلوه. يبدا بقى يشتغل عندك من سن قد ايه؟ اول ما يوصل سن 10 شهور تبدا تعلق له البياضه. يعني البياضه اللي حضراتكم شايفينها دي ما تعلقهاش الا لما يوصل سنه قد ايه؟ 10 شهور. وهتبص تلاقي ببركه ربنا سبحانه وتعالى اول ما يوصل العصفور 10 شهور هيبدا يشتغل عندك ويبيض. طيب كم بيضه هيبيض؟ وهيرقد كم يوم على البيض؟ وانا يجب عليا اعمل ايه قبل البيض ما يطلع وبعد البيض ما يطلع؟ والزغاليل اللي طلعت دي هعمل فيها ايه وهبيعها ازاي؟ كل ده هقول لحضراتكم في الفيديوهات القادمة. تابعني على القناة. اشكركم جدا. اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.